العرشاوي. بالفعل العرشاوي الان متقدم كذلك دائما بالنسبه للحصيله الاجماليه 20 18 20 18 و 20 18. اذا العرشاوي يسير بخطى ثابته الى حدود الجوله الثانيه، نتمنوا ذلك فيما يخص الجوله الثالثه. اذا بعد عبد الحق العتقاني في وزن اقل من 64 كيلوغرام اللي تمكن في اليوم الاول يوم امس من تحقيق اكيد التاهل للدور الموالي، وبعد النتيجه الطيبه من اشرف خروبي بالنسبه لهذه الفتره الصباحيه والفتره الاولى من هذه المنافسات. ننتظر تاهل ثالث بالنسبه للقفاز المغربي للدور الموالي. تابعوا يا جميله من طرف الملاكم المغربي. كنلاحظوا كيفاش انه يعني العرشاوي محمد وجه لكمات مسترسله بشكل ذكي، وننتظر النتيجه. اذا نظن بفضل الضربه القاضيه العرشاوي يوجه رساله اكيد لبقيه الملاكمين بانه الحضور سيكون حضور مميز. الحضور سيكون حضور مميز من جانب محمد العرشاوي الذي انهى تفاصيل المقابله بفضل الضربه القاضيه. جميله. تابعوا البيركوت كيف كان عمليه ديال الاقلاع اللي كانت جميله وعطات الدقه، وكما نقول بالدارجه دقه كانت مميزه، وضربه صح التعبير باللغه العربيه اللي من خلالها اعطت انتصار. اكيد نتفاعل مع هذا الانتصار اللي مهم. شوف فرحه كبيره اكيد كبيره من المصباحي والبربوشي، فرحه كبيره بعد هذا الانتصار المهم معنويا بالنسبه للمنتخب الوطني. والجميل انه اظن بانه العرشاوي الان من الملاكمين القلال الى حدود اليوم الثاني اللي تمكنوا من الفوز بالضربه القاضيه. فبالنسبه للفتره ديال هذا اليوم فما تابعناش اي ملاكم انه تمكن الفوز بالضربه القاضيه باستثناء الملاكم محمد العرشاوي، وهذا كيبقى مكسب كبير. اذا مبروك العرشاوي، اكيد ختامها مسك. مشاهدينا الكرام، فعاليات الفتره الاولى من بطوله العالم للملاكمه، محمد العرشاوي ينتصر بفضل الضربه القاضيه بالكاو. ينهي تفاصيل هذا الجوله امام